لما ربنا يغنيك ما تنساش اصلا، لما تسافر وربنا يعوض عليك ما تنساش اصلا، لما ربنا يكتر نعمه حواليك برضه ما تنساش اصلا. التواضع سمة الانبياء، التواضع صفة النبلاء. ومن تواضع لله رفع. اللي غناك الله، واللي عطاك الله، واللي مديك الصحة الله، واللي مبارك لك فيها الله، واللي خلاك أب الله، واللي سترك الله، واللي خلاك محبوب الله. مش شطارة منك، ولا انت وارث ولا مكتسب. هو ربنا عايزك في الصورة دي. درسنا النهاردة عن التواضع. عايزة أفكركم بحكاية زمان كانوا بيحكوها لنا المدرسين في المدرسة. لو تفتكروا قصة الأبرص والأعمى والأقرع، مش هطول عليكم 3 دقايق وأجال. الأبرص والأقرع والأعمى. الأبرص عنده مرض من الله، ربنا حب يختبره، بعت له ملك من السماء في صورة بشر، يقول له ايه اللي في ايدك ده؟ لون جلدك مش طبيعي ليه؟ قال له ربنا بلاني بالبرص وعايش حياتي كده، والناس كلها بتجرف مني، وكل ما ماشي جنب حد يشمئز مني عشان انا شكلي غير مألوف. قال له طب انت بتتمنى ايه في حياتك؟ قال له اتمنى جلدي يبقى كله شكل واحد كده وكله لون واحد كده. طلب الامنيه من الملك، ما طلبهاش من ربنا. قال له طب نفسك في ايه تاني؟ قال له يبقى عندي وادي من الابل. قال له لك ما شئت، وسابه وراح لمين؟ للاقرع. وماذا بك؟ قال له ربنا ابتلاني باني ما يكونش عنده شعر، وكل ما اروح في حته العيال الصغيره تقول لي الراجل الاقرع اهو. قال له طب نفسك في ايه؟ قال له رجع لي شعر. قال له ولك ما شئت، ربنا رجع له شعر. قال له نفسك في ايه تاني؟ قال له نفسي في وادي من البقر. راح للاعمى، قال له يا عبد الله ايه بلوتك؟ قال له انا اعمى ونفسي ربنا يفتح لي بصري واغيب اشكره واعبده واحمده عن النعمه اللي هيديها ويرد عليا بصري. قال له نفسك في ايه تاني؟ قال له يبقى عندي وادي من الاغنام. ربنا ادى كل واحد اللي نفسه فيه بقدرته وعظمته. يبقى ربنا له حكمه في اللي حصل ده، والحكمه جايه دلوقتي، ما تستعجلوش، دقيقه واحده واخلص الحكايه. اللي نفسه في الشفاء ربنا شفاه، واللي نفسه في العطيه ربنا اعطاه، واللي نفسه في الغنى ربنا اغناه. بس تعالوا شوفوا الفرق بين انكار الفضل والجميل وبين التواضع وبين الكبر. يبقى ربنا ادى كل واحد اللي هو عاوزه. الابرص ربنا شفاه، وطلب المال ربنا اعطاه، وطلب الجاه ربنا ما حرموش. اراده ربنا وحكمته، مش بشطاره منه. الاقرع ربنا من عليه بأمنيته وعطاه الماء وبارك له فيه. الاعمى ربنا نور له بصره وبصيرته واعطاه المال وبارك له فيه. لفي ايام وروحي ايام. تعالوا شوفوا الفرق بقى بين الكبر والتواضع. بعد سنين وايام فاتت عاد الاختبار على نفس الناس، وبعت لهم نفس الملك بس في الصورة اللي كانوا مبتليين فيها زمان. ارسل للابرص رجل ابرص يقول له اعطيني مما اعطاك الله. قال له ربنا اعطاني ايه؟ ربنا ما اعطانيش، ده انا وارث ابا عن جدا عن امي، ده مالي ومال جدودي ومال اعمامي ومال خلاني، ربنا ما ادانيش حاجه. قال له اما كنت ابرصا وشفاك الله؟ اما كنت فقيرا واغناك الله؟ قال له لا، كلا البتة، ده كله بمجهودي وانا وارث ابا عن جد، وانا اللي نميت وانا اللي كبرت. قال له لك ما لك وعليك ما عليك وسلم. راح للاقرع قال له يا عبد الله اني فقير، اني اقرع، اعطيني مما اعطاك الله. قال له روح استشفى، انا ربنا ما ادانيش حاجه، ده مالي ورث كابر عن كابر، وشعري ده انا مولود بيه، يعني ربنا ما عمليش حاجه، ده حاجات انا كده مولود بيه، والمال اللي انت شايفه ده تعب السنين وتعب الايام وورثه كابر عن كابر. قال له اما كنت اقرعا فشفاك الله؟ اما كنت فقيرا فاغناك الله؟ اما كنت محتاجا فاعطاك الله؟ قال له كلا البتة، حاشا وماشا، ده كله بشطارته فيما معنى الكلام يعني. قال له لك ما لك وعليك ما عليك ولك من الله ما تستحق، وسابه مشي.
راح للأعمى قال له يا عبد الله اعطيني مما أعطاك الله. ايه اللي ناقصك؟ نفسك في ايه؟ أنا كنت أعمى وربنا رد عليا بصر، وكنت فقير وربنا أعطاني، كنت محتاج وربنا كفاني. خذ ما تأخذ واترك ما تترك، كل العطية دي بفضل الله. أنا كنت أعمى ورد الله علي بصر، أنا كنت فقير وربنا أغناني. قام قال له الملك ايه؟ ثبتك الله على ما أنت عليه ولك من الله ما تشاء. والتانيين ربنا رجعهم لنقطة الصفر تاني، وده كان اختبار من ربنا يشوفهم هيحمدوه ويشكروه ويعترفوا بفضله ولا لا. نرجع ونقول لما ربنا يديك ما تنساش أصل، ولما ربنا يغنيك ما تنساش أصل، ولما ربنا يعطيك ما تنساش أصل. من تواضع لله رفعه. دمتم في رعاية الله.